السلام عليكم، بروك عواشركم متتبعي قناه زينة سباتيس. اليوم ان شاء الله غادي نوجدوا مع بعضياتنا كوتليت في الكوكوط طيب زبده ومشوي في الفران بشرموله كتعطيه مذاق بنين بزاف. وهاد الطريقه كتهنيك من الصهد ديال المجمر، واللحم ما كيجيش مكنزز. بهاد الطريقه كيجي اللحم لذيذ وفتي. بقاو معايا نشوفوا المقادير وطريقه التحضير. اول حاجه كناخذوا اللحيمات ديالنا من الجهه ديال الضلوع، وكناخذوا يعني القدر اللي غيكفينا على حسب عدد افراد الاسره. كنضيفوا ليها شويه ديال الملحه على حسب الكميه حسب الذوق. كنضيفوا عليه شويه ديال القزبر يابس مطحون. كنضيفوا عليه شويه ديال الخل، وكنضيفوا عليه شويه ديال زيت العود، وكنسد عليه الكوكوط وكنخليه يطيب على عافيه مهيله باش كيطيب على خاطرو وكيجي نفتي. ودابا ندوزو نوجدوا الشرموله ديالنا. كناخذوا البصله، اي نوع ديال البصله متوفر عندكم، كنقطعوه قطع رقيقه بزاف اولا كنحكوه في الحكاكه الغليظه. كنضيف ليه ربيع مقطع، شويه القزبر مطحون، شويه الكمون. ممكن تضيفوا عطريه ديال المشاوي الا متوفره عندكم، الا ما متوفراش يعني ممكن تستغنوا عليها. كنضيفوا شويه ديال التحميره، شويه ديال البصار، شويه ديال زيت العود، وكنخلط الشرموله ديالي. كنضيف شويه ديال لا موطارد على حسب الكميه ديال اللحم اللي عندي. كنرجع نخلط الشرموله ديالي مزيان. كناخذ الحيمات بعد ما طابوا وكنضيف ليهم الشرموله. كنشرملهم مزيان وكنوضعهم في اللاطه، وكنوضع قطع ديال الزبده من الفوق باش كتساعد في التحمار ديال الكوتليت. وكندخلهم فران يتحمروا، راه دغيا كيتحمروا، ما كياخذوش وقت كثير لا في التحمار ولا في الطياب. كناخذوا صحن التقديم وكنوضعوا الربيع عوض الخس، لان الخس كيدار مع لي صالاد، اما الربيع فهو اللي كيتواتى مع المشاوي. وكنوضعوا شويه ديال الفريت على حساب الرغبه ديالكم. انا درت شويه ديال الفريت في الجوانب، وكنوضع الكوتليت في الوسط. كيجي بحال الشكل ديال شي عشيش، وبطبيعه الحال التزيين كيبقى على حساب الرغبه. وممكن ترافقوه حتى مع لي صالاد ولا مع لي صوص. وهذا هو الطبق ديالنا، اسهل والذ كوتليت ممكن توجديه، كيجي محمر وفتي ودغيا كيوجد. نتمنى هاد الوصفه تنال اعجابكم تجربوها. ما تنساوش تشاركوا الفيديو مع العائله والاصحاب، وخلوا لي رايكم في التعليقات. شكرا على متابعتكم الوفيه، ونتلاقاو في فيديو جديد وصفه جديده ان شاء الله، والسلام عليكم.